مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم على موضوع الوحدة. الوحدة واحدة من المشاعر اللي مهمة. أنا بدأت أقول لكم على كل حاجات مهمة، وده مهم لأن كل المشاعر مهمة، كل المشاعر بتيجي في أحداث مهمة. لكن خلونا زي ما بنعمل كل مرة، إحنا كل مرة بنعمل ريكاب على الحدوتة اللي فاتت. فالحلقة اللي فاتت للناس اللي ما سمعتهاش أرجوكم روحوا اسمعوها، بتتكلم عن الحزن، وبتقول إن الحزن إشارة بتقول لنا وبتفكرنا إن في رحلة الحياة دي هيحصل إن الناس زي ما بتتولد وبتدخل قطر الحياة، زي ما الناس هتسيبنا وتخرج من قطر الحياة. وبالتالي الألم بيحصل دايما عند فقد الأشياء وليس عند فقد الإنسان لإنسان، مش الأشياء. الناس لما بتخسر فلوس، الناس لما بتخسر أي حاجة، المشاعر التانية بتبقى مختلفة. يعني خسرت فلوس ممكن أشعر بالخوف لأنه الفلوس فجأة راحت مني، فأكيد كنت هعمل حاجة في المستقبل، فممكن أخاف لأني مش جاهز للمستقبل من غير فلوس. أو ممكن أغضب لو المستقبل ده قريب جدا في إني هعمل إيه بكرة أو بعده أو كذا. لكن مفيش حزن، لكن في الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. فالحزن مؤشر جيد بيقول لحضرتك إن في ناس بتنزل من قطر وفي ناس بتدخل قطر. فأنت هتعمل إيه يا بني آدم طول ما أنت في القطر ده، في رحلة الحياة دي؟ خلوني ألبس نضارة عشان أشوفكم. فأنت هتعمل إيه في رحلة الحياة دي يا بني آدم؟ طول ما أنت في القطر هتقدم إزاي قيمة للناس اللي لسه موجودين معاك في القطر؟ فأنا زي ما قلت لكم لما والدي نزل من القطر وكانت موجودة والدتي، فاشتغلت معاه بشكل مختلف، بنيت علاقة معاه بشكل مختلف. وبالتالي لما جه وقتها ونزلت من القطر، الحزن عندي كان مختلف. فدي حدوتة الحزن. أما حدوتة الوحدة جاية تقول إيه؟ فتعالوا نسأل سؤال: إمتى الإنسان بيشعر بوحدة؟ إحنا خلاص اتعلمنا بقى عشان نعرف المسج اللي جاية من المشاعر لازم نفهم المشاعر دي بتشتغل إمتى، بتشتغل لما إيه اللي يحصل. فالوحدة بتحصل لما الإنسان يكون وحيد، مفتقد بشر، صح كده؟ إحنا إمتى بنشعر بالوحدة؟ لأننا مفتقدين بشر. وهتلاحظوا حاجة غريبة جدا، إن الناس اللي بتفتقد البشر اللي بتشعر بالوحدة يعني واكتبوا لي في التعليقات الحكاية دي، إنهم دايمًا هم اللي بيبقوا قافلين على نفسهم الباب. يعني كل بني آدم بيشعر بوحدة تلاقوه قافل على نفسه الباب. فتلاقوا واحدة ست عايشة في البيت لوحدها مش رافضة إنها تقابل الناس لأيًا كانت الأفكار والمعتقدات اللي في دماغها، يعني سواء الأفكار دي جاية من منطلق ديني خاطئ، أو جاية من منطلق social من المحيط بتاعها خاطئ، وكده جاي يقول لها لأ ما تقابليش الناس، ما تكلميش مش عارف إيه، ما تعمليش إيه، ما تسويش إيه. فتفضل عايشة لوحدها، فتفضل عندها شعور الوحدة القاتل. وخلوا بالكم الموضوع ده مهم ليه؟ لأنه بيتكلم على الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلمنا عن الفطرة، الفطرة يعني البرنامج البري بروجرامد اللي جوانا، البرنامج اللي سبق برمجته وربنا سبحانه وتعالى جهزه ودخله جوانا. فلما ربنا بيكلمنا عن الدين فطرة، ده معناه ان هو مدينا برنامج نشتغل بيه. البرنامج اللي هو مدينا نشتغل بيه ده هو برنامج المشاعر، مفيش غير هو برنامج المشاعر. فالناس اللي قافلة على نفسها الباب دي هيفضل عندها الارج، هيفضل عندها الإحساس بأنها وحيدة. طب الوحدة بتقول لك إيه؟ اطلع وكلم الناس، قابل الناس. فيفضل عنده الكونفليكت الفظيع ما بينه: وأنا عايز أقفل على نفسي الباب وأقعد محبوس، ولا أفتح الباب وأشعر بالخطأ. الفطرة بتاعتك بتقول لك إيه؟ بتقول لك افتح الباب، اتكلم مع الناس. حضرتك عايزة إزاي ما تشعريش بالوحدة لو أنت قاعدة لوحدك؟ أنت يا بني آدم مش عايز إزاي تشعر بالوحدة لو أنت قاعد لوحدك؟ والعلاقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها الطبيعية، اللي هو علاقتي بأبويا وأمي، علاقتي بإخواتي، علاقتي بمراتي، علاقتي بعيالي، كل دي ليفلز من الكونكشنز، كل دي ليفلز من العلاقات اللي أنا محتاجها في حياتي. أنا محتاج أبويا وأمي، ومحتاج العلاقة بتاعت أصحابي، ومحتاج العلاقة بتاعت إخواتي، ومحتاج العلاقة بتاعت مراتي، ومحتاج العلاقة بتاعت عيالي. ومفيش حاجة تنفع تبقى زي حاجة. يعني مينفعش مراتك تيجي تقول لك ما عاملني زي مراتك وصاحبك، ما مش لأ مش هينفع. أنتِ مراتي، أنا وأنتِ بنعمل حاجات ما أقدرش أعملها أنا وصاحبي، وأنا وصاحبي بنعمل حاجات ما أقدرش أعملها أنا ومراتي، والحاجات اللي باعملها أنا ومراتي وصاحبي ما أقدرش نعملها مع أبويا وأمي، وما أقدرش أعملها مع عيالي، وهكذا. إذا مستويات العلاقات دي كلها بتخلّي الواحد يشعر بالوحدة. فتلاقي واحد عنده مراته أو ست عندها جوزها وعلاقتهم جيدة جدًا ببعض، ممتازين، رائع، بس يشعر بالوحدة. ليه؟ ما عندوش أصحاب، فأنت محتاج أصحاب. طب ما عندوش إخوات، فأنت محتاج إخوات، فأنت كده. وأحيانًا يمكن الميزة في الصحاب إن في صحاب بيرتقوا لدرجة إنهم يبقوا إخوات، فتلاقيهم مغطيين لك الحكاية دي،
فأنا واحد من الناس اللي محظوظة في حياتها إن اللي عنده إخوات وكمان عنده أصحاب إخوات كتير. يعني كتير وده يعني باحس إن دي من رحمة سبحانه وتعالى بيّا كشخص يعني. إن دي الجايزة اللي ادّاها لي إن أنا عندي 5 في محيط حياتي أقدر أسميهم إخوات، وبعد كده درجات من الصداقات القوية التانية المختلفة وهكذا. وده طبعًا حقيقي يعني وإحنا بنتكلم في الرحلة بتاعتنا اكتشاف الذات دي وإزاي نديرها. هنقدر نفهم أنت إزاي بتبني network، إزاي بتعمل صداقات جيدة، إزاي بتعمل علاقات جيدة وهكذا. ويمكن دي واحدة من الحاجات اللي الfeedback دايمًا بييجي لنا عليها أو بييجي لي عليها قوي جدًا، إزاي الناس لمّا بتفهم الحكاية دي حياتها فعلًا بتتغيّر مليار في المِيّة. آآ جيت أفتح لقيتها فاضية، فافتح اللي مليانة. طيب نضارة غلط. طيب فتعالوا نبُص على موضوع الوحدة ده في أفكار مختلفة. لمّا الإنسان ييجي يفتح شغل وييجي يشتغل فيه ويحس إن عليه ضغط كتير من إحساس الوحدة، إنه أنا اللي شايل الشركة دي لوحدي، أنا عندي، وعندي، 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 وعندي. فقد ما الواحد يحس إنه stressed، بس لمّا تيجي تكتب الحاجات اللي عليك زي ما اتفقنا، فتلاقي إن أنت وحيد في الشغلانة دي، أنت محتاج شريك معاك، محتاج حد تقدر تعتمد عليه. فلمّا تلاقي الشريك ده، فأنت دخّلت دايرة من العلاقات لإنك ما تقدرش تبقى لوحدك. أمّا الوحيد وحيد، يعني البني آدم اللي مش متجوّز وما عندوش عيال وما عندوش كل الحاجات وقافل على نَفْسه الباب، فالمشاعر دي لإنّها صديق جيد، لإنّها صديق مُخلص، لإنّها صديق مش هيتخلّى عنّك، هيفضل يخبّط، 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 يخبّط لحد ما تفتح الباب وتقابل ناس، أو لإنّك بتسمع كلام ناس تانية بقى اللي يقول لك دي مشاعر سلبية. أصلك العب، أصلك اسمع مزيكا، أصلك صلّي، أصلك كل الحاجات دي ما بتشتغلش، لأن ربنا سبحانه وتعالى ادّاك أدوات كتير، ادّاك الصلاة، ادّاك المشاعر، ادّاك الصبر، مدّيك أدوات مختلفة تشتغل بيها، تمام. الوحيدة اللي الناس فاهماها غلط الصبر، بس ده هنتكلم عليه في وقت تاني. المشاعر، منظومة المشاعر ومنظومة الصلاة، منظومتين من أقوى الأنظمة لو استخدمتهم صح. فلمّا أشعر بالوحدة أفتح الباب أدخّل ناس، الوحدة تنتهي. لكن لمّا عاوز أتأمل المشاعر اللي عندي دي إيه؟ يا ترى هي جاية تقول لي أنا خايف والّا حزين والّا أعمل إيه؟ أستعين بإيه؟ بالصلاة على طول. أول لمّا هتقعد تصلّي هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي كل الأفكار نزلت عليك. أنت كده، أنت كده. حتى الناس تقول لي أنا باتشتت لمّا آجي أصلّي، أنت ما بتتشتتش ولا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى حطّك في الstate دي، قال لك اعمل ده، لإنك كل ما هتقعد على سجادة الصلاة هتسمع ده، هتسمع أنت خايف، هتسمع أنت غضبان، هتسمع أنت محتاج كده، أنت عايز كده، أنت تعمل كده. دي الحكاية اللي أنت وربنا سبحانه وتعالى. يعني هو بيقول لك ربنا هيكلمك إزاي؟ هو ربنا بيكلمك كده، بيكلمك من سلسلة المشاعر اللي بتقول لك تعمل إيه. عشان كده لمّا هنيجي في حلقات تانية لمّا ربنا بيقول أنا باستجيب دعوة الداعي إذ دعاني على طول، حتى يعني مع احترامنا للمفهوم الأساسي بتاع كلمة دعوة، معناه إني أنا بادعو شخص إنه ييجي لي، مش معناه إني باطلب منه. لكن حتى بالمفهوم ده، اللي هو أنا لمّا باطلب إني بادعو ربنا إنه ييجي لي، تمام، وإني أستخدم القوة بتاعته في أدواتي، فده مفهوم لإن منظومة المشاعر بتقول لي أعمل إيه، هو بيكلمني بيقول لي أعمل كده. وأنا باطلب بيبقى اتحقق، وأنا باقول له أنا عايز أستعين بيك، أنا عايز أدعوك في حياتي عشان أتعامل من خلال قوتك و ورحمتك وكل الحاجات دي. فهو مدّيني المنظومة دي جاهزة، بمجرد لمّا آخدها أستقبلها أقدر أشتغل بيها، ألاقي نفسي قادر أحقق حاجات. وبالتالي ارجعوا للفطرة دي، اسمع أنت عايز تعمل إيه، اقعد صلّي فتلاقي نفسك أنا وحيد، أنا قاعد لوحدي أعمل إيه، افتح الباب، هات أصحاب، اتعرّف على ناس، اخرج قابل ناس، اتعرّف عليهم، قُل اسمك، اعمل حاجات، تدخّل ناس تلاقي الوحدة اختفت، وبعدين تلاقي أصدقاء الوحدة اختفت، وبعدين تجيب صديق وصديقة، وبعدين تتعرّف على حد عشان تتجوّزوا، وتتعرّفي على حد عشان تتجوّزيه، وتتعرّف على أصحاب، وتتعرّف على زمايل. الدواير المختلفة دي كلّها مهمة. وطبعًا الوحدة يا جماعة غير إنه في رمضان طبعًا، زي ما هارجع أقول لكم، الصلاة واحدة من أهم الحاجات اللي الناس تقدر تستخدمها في رمضان ده عشان تسمع المشاعر دي. أول لمّا تقعد تصلّي، لإنّك
فكرة إنك لأ، اكتم الأصوات، الشيطان هو اللي لأ، الشيطان مش هو اللي بيشوشوش في دماغك ولا أي حاجة. أنت الأفكار المشاعر هي اللي جاية تكلمك وتدّيك إنذار، اسمعها لو سمحت في الصلاة، وأنت هتلاقي الصلاة بتاعتك بقت super amazing لإنك سمعت المشاعر، فهمت أنت خايف من إيه فهتجهّز له، فهمت أنت غضبان من إيه فهتحضّر له، فهمت أنت ندمان على إيه فهتتعلّمه، فهمت أنت مُحبط من إيه فهتغيّره، فهمت أنت زهقان من إيه فتبدّله وهكذا. فرصة جيدة جدًا، جدًا، جدًا إنك تستخدم الاستعانة بالصلاة عشان تسمع المشاعر، عشان تعرف تاخد action تعمل بيه مواقف خارجية جديدة، فتولد مشاعر جديدة، فتحطك في حالة أنت جاهز إنك تشتغل بيها. آآ حقنة صغيرة عن الوحدة، حلقة مش طويلة. آآ إن شاء الله يا رب تكون فادتكم، وتكونوا كل الناس اللي تشعر بالوحدة تفتح الباب بقى والبلكونة، وما تفضلش قاعد مستخبي معتقد إن في ناس أصحابها هينطوا عليك بالباراشوت. أشكركم شكرًا جزيلًا، وأشوفكم كل شوية أنسى. الحلقة بُكرة هنتكلم عن يا ولاد، هنتكلم عن خيبة الأمل، راكبة جمل. خيبة الأمل، الخذلان، خيبة الظن، حلقة مثيرة جدًا هتعجبكم وفيها شوية مفاجآت لطيفة. اكتبوا لي في التعليقات إيه هي خيبة الظن وخيبة الأمل والخذلان، اكتبوها لي في التعليقات. أشكركم شكرًا جزيلًا، وأشوفكم بكرة، تصبحوا على خير.